صلى يا اخويا على الرسول عشان انت ناخد حسنات، وتعالى نتكلم على القرعه بتاعه دوري الابطال والكونفدراليه للاهلي والزمالك وبيراميدز. شوف يا حبيب اخوك الاهلي. خلينا نبدا بالاهلي. خد مجموعه بامانه دي مثلا من 3 سنين او من 4 سنين، دي اقوى مجموعه الاهلي يقع فيها في دور المجموعات. تقول لي ازاي؟ اقول لك والله الاهلي وقع مع يانج افريكان التنزاني، وده صعوبته في ملعبه. يعني خد بالك في حاجه مشتركه ما بين الفرقتين اهلي وزمالك بالذات، ان الماتشات اللي بره موت. ليه؟ يانج افريكانز هناك صعبه جدا، والجيش الملكي دي تاني فرقه الاهلي هيلعبها. يعني مش عارف، برضه في المغرب الجمهور المغربي حضرتك عارف، فانت صعب جدا تكسب الماتش اللي هناك. والفرقه الثالثه هي فرقه من الجزائر، فالاهلي معاه فرقتين عرب، جزائر ومغاربه. الفرقه الثالثه مين؟ هي شبيبه القبائل الجزائري. شبيبه القبائل برضه فرقه ما هياش مرعبه قوي يعني على صعيد الكوره، ولكن برضه الرعب بتاعها بالنسبه لي هو فكره هناك ان انت رايح تلاعب فرقه في الجزائر، استاد 80 90 الف متفرج متقفل، ماتش بيبقى صعب. يعني لك ان تتخيل ان السنه اللي فاتت مثلا الاهلي كان بيلعب الفرقه الجزائريه دي، كان كسبها 6-1، هنا راح خسر 1-0 هناك. فالموضوع صعب قوي يعني انت في 3 ماتشات انا بقول لك الاهلي غالبا هيخسرهم في دور المجموعات، فانت ما قدامكش فرصه اصلا انك تفرط في اي ماتش على ارضك. هنشوف ايه اللي هيحصل. على الصعيد الاخر الزمالك برضه وقع في اقوى دور مجموعات في الكونفدراليه ممكن يبقى في تاريخ الزمالك اصلا في مشاركاته في الكونفدراليه. تقول لي ليه؟ اقول لك كابسي يونايتد مثلا المفروض ان هي الفرقه اللي هتبقى حصاله للزمالك. اخر مواجهه بينهم كابسي يونايتد كسبانه 3-1 الزمالك على ارضها، ارض زباله، فرقه زباله، طبعا ممكن اخسر منه هناك عادي جدا. الفرقه الثانيه هي كايزر تشيفز اللي كانت بتلعب الاهلي من كام سنه في نهائي دوري الابطال، هي معايا وانت فاهم يعني ايه فرق جنوب افريقيا. يكفي ان اقول لك ان انا لسه خارجان من الكونفدراليه السنه اللي فاتت من ستيلنبوش الجنوب افريقي، اللي هو اكيد فرقه اقل من كايزر تشيفز. فكايزر تشيفز برضه على ارضها ماتش مش مضمون. الفرقه الثالثه وهي النادي المصري اللي بقى خلاص ذنب عليا في الكونفدراليه لتاني سنه، النادي المصري. وده يمكن اللي هتخلي الحكايه في حكايه السفر دي اهدى شويه، ان في ماتشين يعتبروا على ارضي هما النادي المصري، والصعوبه في كايزر تشيفز وكابس يونايتد بره. فالزمالك قادر طبعا انه يصعد، لكن الاهلي بصراحه مجموعته من سنين ما جاتش صعبه كده. واحب اسمع رايك، ونخلينا نعمل فيديو البيراميدز لوحده. احب اسمع رايك في الكومنتات.